اهلا بكم يا شباب في جيمرز فوريفر. النهارده هيكون اول حلقه من حلقات برنامج التوب 10. اللي شاف الحلقه اللي فاتت كانت عن مراجعه ذا ديفيجن. طبعا كريم الصراحه ابدع في المراجعه دي، واللي ما شافش المراجعه يا ريت يشوفها، وهيلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. اول لعبه هتكلم عليها النهارده هي لعبه الجزء الاول. الصراحه منها ابهرني جدا، بالذات ان كانت فكره مبتكره ومحدش جربها في الالعاب قبل كده، وهي واتش دوجز 2. اللعبه جميله جدا جدا جدا، من احسن اللعب اللي انا لعبتها. انا حاسس ان انا ظلمت واتش دوجز 2 بان انا حطيتها في رقم 10، بس للاسف لان انا ما لعبتش النسخه الديمو، واللعبه لسه ما نزلتش، هتنزل 15 سبتمبر، فما قدرتش يعني اقرر ولا احسن موضوع تقدير اللعبه ده. فللاسف حطيتها في رقم 10 لان انا لعبت اغلب اللعب اللي نزلت في 2016، وحاسس يعني انها يعني هتكون جميله جدا. يعني مش قادر اوصف. انا ان شاء الله لما العب اللعبه هقيمها تقييم صحيح، وهعمل مراجعه للعبه مخصوص عشان ما كنتش ظلمتها واديت اللعبة حقها، لان انا بقدر اللعب جدا الصراحة يعني. If you want to. اللعبة التانية واللي انا مديها رقم 9 لعبة ديد رايزنج 4. طبعا اللي متابع سلسلة اللعبة عارف انها لعبة سيرفايفل، يعتبر محدش يعني بيهتم بالقصة بتاعتها، لان القصة عك الصراحة زي اللي حصل في 2. اللي انت بتعمله بالظبط في اللعبة انك تنزل تنفخ في كل الزومبي بكل الاشكال بكل الاسلحة والعربيات اللي معاك، يعني الاسلحة الليزر، التطور التكنولوجي، كل حاجة. يعني معاك طرق كتيرة انك تنفخ بيها الزومبي. والتطور التكنولوجي الصراحة اللي حصل اللعبة في الجزء الاخير ده كان حاجة جميلة جدا. كمية الاسلحة والعربيات اللي بتديك متعة اكبر كل ما تشتري حاجة جديدة او تقتل زومبي بطريقة جديدة مبتكرة، والعربيات اللي بتطلع نار واللي بتصعق وبتطلع كهرباء، يعني حاجات جامدة جدا الصراحة. اللعبة عجبتني جدا، بس انا ما اظنش صراحة ان اللعبة يعني تديك تجربة زي تجربة داينج لايت. كل اللعيبه اللي بيحبوا لعب الزومبي طبعا عارفين لعبه داينج لايت، محدش مش عارفها. لعبه جميله جدا، وهي الوحيده اللي كانت صاحبه قصه رائعه جدا. طبعا برضو اللعبه دي يعني حلوه، مش هنقول وحشه، بس يعني مش زي داينج لايت طبعا. اللعبة رقم 8 لعبة نو مانز سكاي. لعبة جميلة جدا، جمعوا فيها السرفايفل مع استكشاف كون مفتوح. غير ان اللعبة شوتر، يعني المتعة ما بتنتهيش علشان كل حتة في اللعبة جديدة وتمثل تحدي في البقاء والنجاة. يعني الصراحة المصمم تعب في اللعبة دي جدا، بالذات تصميم الكون بين واسع جدا واوبن وورلد. يعني انا اول مرة اشوف اوبن وورلد في لعبة سرفايفل، فالصراحة يعني المصمم اخد وقته الصراحة في تطوير اللعبة. يعني غير موضوع انك تستكشف العالم والحيوانات اللي فيه، وغير كده تكسر الطوب والحاجات دي وتاخد مواد يعني عشان تدرس الكون وحاجات جميلة كده يعني. غير ان الحاجات دي بتستخدمها في البيع والشراء، يعني بيديك حاجات جميلة جدا. غير ان دايما ممكن الحيوانات تهاجمك والآليين، فلازم تكون فايق ومركز عشان ما حدش يغفلك، وبيديك فرصة انك تطور مركباتك. يعني لعبة جميلة جدا، انا ظالمها الصراحة انها سايبها في المركز الثامن، لكن انا شايف ان في لعبة احسن منها انا حاططها يعني.
اللعبة رقم 7 واللي عارف ان انا هتشتم بسببها، لعبة دارك سولز 3. لعبة جميلة جدا من نوع هاكن سلاش، جيم بلاي روعة مخلوط بطعم فانتازي، بيديك قدرة جميلة جدا من الاستكشاف في عالم فرسان القديم. طبعا الجرافيك مش حلو قوي الصراحة، مش عاجبني يعني انا مخصوص لانه قديم، يعني شغل فرسان وكده، مش اللي هو يعني يشدني الصراحة. يعني مش قلتلكوا ان انا هتشتم؟ الصراحة اللعبة حلوة وعجباني يعني، بس زي ما قلتلكوا مش قوي. لكن هي دي اللعبة الوحيدة اللي ابهرني انك مش هينفع تعديها من غير ما تتلمس. طبعا ما بكلمش الهارد كور جيمر عشان انا هلاقي الديسلايكات كتير على الفيديو ده انا حاسس. غير طبعا الساوند تراك الرائع بتاع لعبة دارك سولز 3. يعني الصراحة يعني بحاول اغير رأيي عن اللعبة بكل معنى الكلمة، يعني الصراحة ظالمها. Legends, those who would link the fire will face death. اللعبة رقم 6 لعبة دوم. طبعا محدش ما يعرفهاش، ودوم دي يعني سلسلة اجزاء معروفة من زمن بعيد، يعني كنا بنلعبها واحنا لسه اطفال. يعني الصراحة لعبة جميلة جدا، بس الايام دي الاجهزة طبعا اتحسنت واتطورت مش زي زمان خالص، فاللعبة بقت احلى واحلى واحلى يعني بكتير. فسايبالك فرصة انك تمسك الوحوش تزعلهم بكل معنى الكلمة، يعني تنزل تفرتك في اللي جابوهم، يعني ضرب نار غير الاسلحة، غير انك ممكن تنط عليهم من حتة عالية تكسر الدماغ، تكسر الفك بتاع الهياكل العظمية، غير انك تكسر الدراعات بالسكاكين، يعني شغل عالي. غير التنوع في الوحوش والجيم بلاي، ففي الوحوش اللي بتنط عليك مثلا من حتت عالية تقطع كل جزء من جسمك، وفي الوحوش اللي بتضرب عليك نار، غير الأسلحة اللي بترمي قنابل. فلعبة جميلة جدا الصراحة يعني. اللعبة رقم 5 لعبة جيرز اوف وور 4. اللعبة دي من احسن اللعب اللي انا لعبتها في 2016، يعني الصراحة لعبة من الاخر، ومعمولة بانجن الصراحة يعني محدش كان يظن انه يقدر يطلع الابداع بتاع لعبة جيرز اوف وور، وهو Unreal Engine 4. يعني الصراحة انجن رائع، ما ظنيتش ان هو يبدع كده، عشان جودة اللعبة بتقف على الانجن. تاني حاجة براعة المصمم واداؤه والحاجات اللي حاططها في اللعبة، فالصراحة اللعبة جميلة جدا. وانا هتكلم عن انجن وصناعة الالعاب دي في الفيديو الخاص بيها، يعني هيكون بعد مراجعة جيرز اوف 4 ان شاء الله. انا اللي هقدم لكم طبعا ريفيو بتاع جيرز اوف 4، مش هسيب اي حاجة في اللعبة، هتكلم عن كل حاجة فيها، كل التفاصيل، القصة والجرافيكس والجيم بلاي، كل حاجة، يعني مش هسيب اي حاجة غير لما اتكلم عليها. اللعبة رقم 4 في التوب 10 بتاع النهاردة لعبة تايتن فال 2. لعبة جميلة جدا، فيرست بيرسون شوتر، من احسن اللعب الفيرست بيرسون شوتر اللي غيرت رأيي الصراحة عن كل اللعب اللي من نفس النوع.
بالذات المالتي بلاير بتاعها، انك تلعب مع اصحابك، تركبوا اليين، اسلحة، شغل عالي يعني الصراحة بتاع اللعبة دي. وبيحكي قصة حرب رائعة جدا. طبعا مش هنحكي دلوقتي عشان ما نحرقهاش، بس الصراحة اللعبة جميلة جدا من اول الجرافيك للكواليتي للتكتشر. يعني اللعبة الصراحة جميلة جدا. بفكر والله العبها بس نكسل يعني الصراحة، بالذات ان احنا في المدارس وكده، فعادي يعني مطنش الايام دي. لو يعني حد لعب اللعبة قبل كده ياريت يقول لي اللعبة عاملة ازاي في الكومنت. What are your protocols? Protocol what? اللعبة رقم 3 اللي انا يعني الصراحة ما ينفعش اتكلم عليها كتير، واللي يعني لو قلت لكم حاجة بسيطة جدا في الجرافيكس اللي هو شعر لارا كرافت، اكيد انتوا عرفتوا اللعبة من الفيديو ومن الكلام اللي انا بقوله. رايز اوف ذا توم برايدر، اللعبة دي انا اديتها المركز الثالث، الصراحة عجبتني جدا. اللعبة الصراحة حلوة في كل حاجة، ستوري، جيم بلاي، جرافيكس، يعني كل حاجة. ما سابوش اي حاجة في اللعبة نقول انها فيها غلطة يعني. If it's real. واللي عنده رأي تاني ارحب بيه جدا، يا ريت يقوله لي في الكومنتس. طبعا الكاستمايزيشن كتير جدا بتاع اللعبة والاسلحة، يعني كل حاجة في اللعبة جميلة جدا. المالتي بلاير والاوبن وورلد يعني حاجة جميلة جدا، بتديك متعة كبيرة جدا. و والويزرد افكت يعني حاجات جميلة جدا. والمعابد، تصميم الطرق والالغاز اللي في اللعبة، يعني حاجة الصراحة رائعة. Keep your eyes open. اللعبة رقم 2 واللي كان الريفيو عنها المرة اللي فاتت، لعبة ذا ديفيجن اللي قدمه كريم. طبعا ما شافش الفيديو هيلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن، يا ريت يخش ويشوفه. لعبة جميلة جدا الصراحة، مش عارف اقول ايه من ساعة الريفيو اللي عمله كريم. ما اعرفش الصراحة اقول لكم ايه، يعني اللعبة جميلة جدا. ار بي جي 3 دي بيرسون شوتر اونلاين، يعني تقدر تلعب قصة مع اصحابك. انا عارف ان الكلام اللي بقوله ده هيكون تكرار لنفس الكلام اللي قاله كريم، يعني الصراحة انا مش عارف اقول ايه، فمعلش يعني سامحوني. وانا الصراحة يعني كده دلوقتي انا هختصر الفيديو، فانا مش هتكلم في بقية التريلر بتاع ذا ديفيجن، هسيبكم تستمتعوا بالفيديو من غير صوت المزعج. And when it hit, when it came down hard. And we fell. We buried ourselves in anger, fear, in the instinct to survive. I'm sorry, Sarah. I'm just not strong. Where's the drive, son? Please no more. And the real truth is, no one watched, no one saw, wanted to see. Where you going? Tragedy is invisible. People turn away from it and run from it if they can. And it's hard knowing that you belong here, that your purpose lies amongst all this pain. But someone's gotta be there to pick it up, to push back, put the first piece back together.
put us all back together. اللعبة رقم 1 وصلنا لها اخيرا الحمد لله. ياه راحة كبيرة يعني، كلها كام دقيقة والفيديو يخلص. هي لعبة باتل فيلد 1 الجديدة 2016. لعبة طبعا بتحكي قصة الحرب العالمية الاولى. لعبة جميلة جدا يعني، الصراحة مش قادر اوصف لكم اللعبة جميلة ازاي. اوعوا تظنوا ان انا كان رأيي كده من البداية. انا كنت بقول ان اللعبة دي زبالة وهتكون وحشة لانها في الحرب العالميه الاولى يعني شغل قديم. الصراحه انا كنت بحب كول اوف ديوتي زي ادفانسد وورفير وبلاك اوبس 3. عجبتني الصراحه لما اتفرجت لها على جيم بلاي على اليوتيوب. يعني كان الصراحه اللعبه شوقتني ان انا العبها. يعني كانت اول مره يعني اشوف لعبه في الحرب العالميه الاولى بكميه الابداع ده. فالصراحه مش قادر اوصف جمال اللعبه. طبعا اللعبة دي انا كنت رافض احطها مركز اول وما كنتش هحطها خالص، بس طبعا اقنعت من الجيم بلاي والحاجات بتاعتها والجرافيك والكواليتي وحاجات جميلة جدا شفتها. فالفيديو كده خلص، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وقول لنا رأيك في الفيديوهات في الكومنت. المراجعة الجاية ان شاء الله هتكون عن جيرز اوف وور 4 وانا اللي هقدمها لكم. anyway شكرا، سلام.